السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى من الله تكونوا بخير على خير. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد المقارنه، واحد المفارقه بين النساء والرجال من اهم المواضيع اللي كطرح حاليا وكطرح دائما وعبر مرور الزمن. كطرح واحد التساؤل اللي هو جد مهم وجد اساسي، اللي كيلعب واحد الادوار اللي هي مهمه كيخلق واحد الجدل اللي كبير في داخل المجتمع. من هو الذكي، الرجل او الامراه؟ ان شاء الله باذن الله باش نجاوبوا على هذا السؤال خصنا بزاف ديال الادله، خصنا بزاف ديال السوق، خصنا بزاف ديال الانفورماسيون باش نجاوبوا على هذا السؤال، لانه سؤال معقد، لان كل جنس له مميزات ديالو. هذا الشيء عطاه لنا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هذا الشيء زرعه فينا شحال هذه. داك الشيء علاش ما يمكنش نقول انا هذا ذكي وهذا ما ذكيش. دونك حسب صاحب الكتاب، اسم ديالو جوان غراي، وضح هذا الكاتب بان كاين واحد الفرق، واحد الفروقات كبيره، واحد الفرق بين الرجل في طريقه التعامل ديالو مع الحياه والطريقه باش كيواجه الحياه. لذلك كاين واحد الفرق كبير شاسع لا مجال للمقارنه بين الرجل والنساء حسب هذا الكاتب. بغيت نسولكم واحد السؤال، الله يجازيكم بخير وما تنسوش تجاوبوني. شنو هو اي عضو كاين في جسم الانسان اللي كيتحكم في الذكاء؟ طبيعه الحال الدماغ. لذلك فهاد النقطه الاخوان، الذكاء او دماغ الانسان، دماغ الرجل بشكل عام اكبر من الدماغ ديال المراه. لذلك تقريبا كيمثل 2.13. لذلك كذلك في الانسجه ديال هيبوندال وهيكومبونس، سمحوا لي على اللغه ما عنديش معها صراحه. لا، هذوك يعتبروا حوايج مهمين باش نشوفوا واحد الشخص اللي ذكي طبيعه الحال. ولذلك هاد الجوج الا كان الدماغ اكبر من الدماغ ديال الرجل اكبر من دماغ المراه، واش فعلا نحن اذكياء؟ ولكن طبيعه الحال لا، لان الفيل الدماغ ديالو اكبر من دماغ الرجل ولكن ليس ذكي، وكذلك الدلفين. لذلك نستنتج في هذه النقطه اللي هي جد اساسيه، نستنتج هذا الشيء اللي قلت، ان الحجم الدماغ لا يتعلق بالذكاء. لذلك في هذه النقطة الأخيرة غادي نشوفوا أهم مميزات بين الجنسين. غادي نذكر شي نقاط اللي هما تري امبورطون. النساء كيتميزوا كذلك بالإدراك، لأن الامرأة فاش كتدخل الكوزينة، كتدخل للدار، أي حاجة كما كانت النوع ديالها، كتشوف أي حاجة ما كايناش كتلاحظ بأن ما كايناش، كتقول لك فين هي ديك الحاجة، كتقول لها ما كايناش، كتقول لك فعلا كاينة بلا ما تحاول تجادلها لأنها فعلا كاينة. والراجل كذلك باش كيتميز، التناوب الذهني كيرتب الافكار وكيرتبها على شكل على شكل من لافضل نحو الاسوأ. لذلك الانسان كيتميزوا القدرات اللفظيه، بما انه حنا الرجال فاش كيكونوا صغار طبيعه الحال كتكون عندنا واحد التعدد، واحد اللغه اللي هي على قد الحال، بينما النساء من صغرهم كتلقاهم كيدوي عادي بشكل عادي. كذلك الرجل كيتميز بالمهام البصريه. ونهاية النساء كيتميزوا بالمعالم، وبينما الذكور يتميزوا بالخصائص. في النهاية أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى شنو كيقول؟ خلقت الإنسان في أحسن تقويم. ما قالش الله سبحانه وتعالى خلقت الامرأة في أحسن تقويم أو في الرجل في أحسن تقويم، والعياذ بالله، بينما قال لقد خلقت الإنسان في أحسن تقويم. لذلك ما نقارنوش بيناتنا. دونك خصنا نبقاو كل واحد، خصنا نتميزوا، خصنا نستافدوا بعضياتنا. لذلك خصنا نكونوا مستافدين في هذه الدنيا الى اخره باش بين الجنسين، ماشي نبداو نقارنوا بيناتنا، انا افضل انت اذكى انا اذكى. لا، هذه مقارنات صراحه الله لا يتقبلها المنطق ولا يتقبلها كذلك العقل. في نهايه، اذا اعجبك المقطع فلا تنسى اعجاب به وشاركني في رايك في التعليقات، لان التعليقات جد مهمه باش ان شاء الله الا بغيتوا هذه بحال هذه الحلقات ان شاء الله غادي نكمل فيهم مستقبلا. الله يعاونكم.